هذه الدنيا مهما جملت ومهما كملت ومهما زينت فإن مآلها إلى الفناء. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. مآلها إلى ما نرى. الله سبحانه وتعالى ضرب أمثلة في كتابه على حال الدنيا والآخرة، وأن الدنيا فانية والآخرة باقية، فقال سبحانه وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فهذه الدنيا تذهب هباء بعد أن كانت خضرة جميلة في العين، لكنها لن تبقى، ستصفر وتذبل ويذهب زينتها حتى تنتهي. هكذا الدنيا ستنتهي، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أما الآخرة دار السلام فإن زينتها باقية وفي زيادة، فمن تفكر وتأمل قدم الذي يبقى والذي زينته باقية على الذي يفنى والذي زينته فانية متلاشية ذابلة.